كانت المباراة في دقيقتها 21 لما سمع دوي أول انفجار، وبعد دقيقتين فقط سمع دوي انفجار آخر. لكن لا اللاعبون ولا الجمهور أدركوا بأن العاصمة الفرنسية كانت تعيش في تلك الأثناء أحداثا دموية، بما في ذلك انفجارة في المحيط المباشر لملعب ستاد دو فرانس. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Barrez-vous. Charles Barre. وتستمر المباراة حتى صفر الحكم النهاية بفوز فرنسا بنتيجة 2-0، لكن فرحة اللاعبين والجمهور لم تدم طويلا، إذ سرعان ما أصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا هول ما حدث. سعدنا لفوز المنتخب الفرنسي، لكن عند خروجنا أصابتنا خيبة أمل كبيرة. انتهت الفرحة وبدأت الجموع بالهلع. كانت مدرجات ملعب ستاد دو فرانس مكتظة بالمتفرجين الذين بلغ عددهم 80,000، ما تطلب أكثر من ساعة ونصف لإخلاء الملعب. وكان من بين المتفرجين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي غادر المدرجات قبل انتهاء اللقاء. أما ضيوف فرنسا لاعبو المنتخب الألماني فقد فضلوا إمضاء ليلة الجمعة في الملعب بدلا من العودة إلى فندقهم الباريسي.